بصوا انا في الفيديو ده انا مش عارفه انا عملت والله كده ازاي، بس هي الصراحه طقت في دماغي بقالي 5 سنين. الحاجات دي فوق النيش من ساعه جوازي. مفكرتش ان انا اصلا اطلع بص في ايه فوق النيش. نزلت المهم الحاجات دي من فوق النيش، كل حاجه كانت من فوق النيش. كان في طبعا بلاوي اكتر من كده، بس صورت كل الحاجات الحلوه. وطلعت بقى فوق النيش، وما ادراك من فوق النيش. طبعا مرضتش اطول عليكم كل فيديو اوريكم بقى التراب اللي كان فوق. كنست. وقلت بقى ايه اما لمعه كده ايه بفوطة مبلولة نص عصرة. وبدأت بقى ألمع، والبتاع السيراميكا والخشبة دي حطاها، هقول لكم دلوقتي انا حطاها ليه، هتعرفوا في اخر الفيديو. وبدأت كده ايه ألمع بقى، خليته قشطة. نصيحة بجد بقى لكل عروضة وهم بيفرشوا لك كده، قولوا لهم حطوا لي كيس، حطوا لي اي حاجة، بحيث لما تيجي تروقي صدرك ما يتعبكيش. يا دوب هتاخدي الكيس او ايا كان اللي هتحطيه، تاخديه على طول ترميه وتحطي واحد مكانه. او لو هتنضفي تنظيف بسيط ولا صدرك بقى يتعبك ولا اي حاجة. طبعا التنظيف ده احنا بنعمله من القرن للقرن او كل 10 سنين. انا بس اللي حبيت اعمله كل 5 سنين، فبراحتكم. وبجد حاسه ان الموضوع فرق قوي، مع اني محدش شايفه اصلا، بس وانا رايحه وانا جايه كده كنت حاسه براحه نفسيا. فرشت الكيس بقى، ورجعت بقى الحاجه اللي انا كنت بلمعها في اول الفيديو. انا حاطه بقى السيراميكا والخشبه دي عشان الفوانيس، الحاجات دي كلها جايه لي هديه لولادي. ربنا يخلي بجد اللي جايبها لي. شكرا وبحبكم قوي قوي يلي جبتوا لي الحاجات دي والله. لو بتشوفوا الفيديو فانا بحبكم طبعا، كل واحد عارف هو جاب ايه.